حاول الضحك. لا لا ما تبكيش ما تبكيش. طلبيش بغيت. لا طلبيش بغيتي. شوفي حنا قدام المغاربه، انت راك تمشي معانا، تمشي اختي صافي، تمشي اختي. ما غيتخلوش عليك المغاربه، ما غيتخلوش عليك المغاربه. انا بغيت ادويه صافي. بغيتي غير دواء. ادويه. اخوان هذا الشيء راه كيبكي. السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم مره اخرى. اليوم معنا واحد الحاله انسانيه تستغيث قلوب المغاربه. واحد الحاله انسانيه اللي هي فتاه بعمر 13 سنه. مالها هاد الفتاه؟ هاد الفتاه مريضه كما كنسميوه المرض الخير. عندها واحد المرض على مستوى النبوله، كتنفخ وكيتنفخوا لها عينيها، والدواء ديالها التكلفه ديالو كتوصل حتى ل 3000 درهم. الاب ديال هاد الفتاه على قد الحال مسكين جا عندي واتصل بيا من بعد ما بزاف الناس كيتصلوا بيا من بعد هذاك الحدث ديال البدات خالي. هاد السيد حتى هو مسكين كما كتشوفوا معنا اتصل بيا وقال لي خويا مهدي الله يجازيك بخير، راه عندي واحد الحاله ولكن بغيتك تدوي عليا كما دويتي على خالك الرجبان. قلت له يلاه يا ودي مرحبا. كنت فاجئ ان الفتاه البنت ديالو راهي جات معاه مريحه وهو جا عندنا الجديده. مرحبا به عندنا الجديده، وحنا فقط كنديروا هذا كسبب لعل القلوب الرحيمه تعاطف مع هذا السيد. وحنا غادي نوريكم دابا الحاله. كنتمناو ان الناس المحسنين اللي باقى فيهم الرحمه وباقى فيهم الانسانيه يشوفوا هاد الحاله هادي ويحاولوا يتضامنوا معها. ولا ما قدرتيش كاع تضامن، ما قدرتيش تعاون، لانك ربما على قد الحال انت غير بارطاجي باش توصل لناس محسنين. حنا دايرين غير سبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. خويا الحسن مرحبا بك في مدينه الجديد. قول لي علاش جيتي عندي يا خويا؟ كان لك اخويا عندي واحد مريضه الميكروب في النبوله تاعها. هضر على الجد صوتك شويه لان الدواء تاعها غالي عليا بزاف وانا على قد الحال. عندي هي جوج وليدات اخرين وانا والمدام خدامين على قد الحال وما واصلينش فيه. علاش الدواء تاعها غالي بزاف؟ نهار الخميس عندي الرونديفو تاع الله باش نديها. ما قول لي يا سي الحسن، دابا غادي ندخلوا معاك في واحد الحوار بشويه بشويه باش نفهموا. بين قوسين الدريه مسكينه راه مريحه شي. يعني صراحه القلب كيتاسف بحال هذه الحاله. غير بغيت نقول لكم ان هذه الدريه عندها 13 عام، عاد شي دريه تبارك الله في سن الزهور، يلا غادا تقبل على المراهقه ديالها وعلى الحياه ديالها. خرجات من المدرسه. علاش خرجات من المدرسه؟ لان مسكينه كتمرض 20 يوم او شهر وتعاود تولي بخير تعاود تمرض عاوتاني مسكينه. هذا الشيء علاش قلتي لي السي الحسن خرجات حتى من المدرسه. الوغ هاد الدريه الفتاه المغربيه افتقدت الصحه ديالها وافتقدت حتى التعليم ديالها. فهمتوا دابا السي الحسن شحال كتقام عليك التكلفه؟ التكلفه على حسب الدواء، على حسب الدواء تاعها. الا كان المرض تاعها منخفض تجيني باكيه في الشهر. الباكيه تدير هاد العيانه فيهم دايره 13600 درهم. تقدر توريني هذوك لي دوكيمون اللي وريتيني؟ كلشي. اخوان الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، بارطاجيو. علاش؟ لعل بسبب هذاك البارطاج شي واحد من الصديق ديالك او الصديقات ديالك محسن او محسنه يقدر يتضامن مع بحال هذه الحاله ويقدر يساعد سواء ماديا او معنويا. لان هذه الحاله هذه ما يمكنش لينا اننا نشوفوها ونسكتوا. حنا دايرين غير السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا معنا هادو هما الدوايات. هذا ديال اش الدواء خويا؟ هذا الدواء تاعها كله اللي تتستعمل هو هذا. شوفوا لي اخوتي. لا مرحبا مرحبا. للتذكير الاخوان، للتذكير لان حنا دايرين مباشر، يعني ما دايرينش فيديو مونتاج او شي حاجه. للتذكير هذا السيد راه مواطن مغربي جا عندي من نواحي ازمور، من نواحي ديالاش ازمور. فين قلتي لي؟ الولجه. جا عندي من الولجه، يعني هو ماشي من مدينه الجديده، ولكن استقبلته قلت لي الله يا ودي مرحبا بك وجا عندي. سو مرحبا بك السي الحسن. دائما الحاله حنا غادي نجيبوا الدريه وغادي نهضروا معاها وغادي نوريكم هذا الشيء كامل الاخوان. خديجه اجي. لا ما توري وجهها خويا عثمان باش ما تبانش. لا ضروري. زيد نوريوها. مرحبا صافي يا خديجه. مرحبا بك. مالك شويه؟ ما تخافيش غادي غير نهضروا معاك وان شاء الله غادي ربي يجيب لك الشفاء.
وغادي ترجعي حتى للمدرسه ديالك ان شاء الله. صافي اخوان، ما كناش بغينا نوريو الوجه ديالها يعني احتراما للخصوصيه ديالها، لان في سن الزهور فتاه مسكينه ما ربما الشفاء يجيب لها هذا الشيء هذا، ولكن الاب ديالها قال لنا لا وريها. مرحبا بك خديجه، خرجتي من المدرسه ياك؟ امتى خرجتي من المدرسه؟ هذيك العام خرجتي العام اللي فات ياك؟ وعلاش بالضبط خرجتي من المدرسه؟ حنت كنت المنق بزاف والمدير قال لي لا خاصك تخرج. ودابا خرجتي كنتي كتمنكي لانك كنتي مريضه ياك؟ على قبل المرض ديالك كنتي كتقراي شويه مزيان؟ لا كنت على العام الاول كنت يلاه دخلت فيه كنت قريت فيه ما تخافيش خديجه، ما تبكيش ما تبكيش، شوفي ما تبكيش غير ضحكي صافي، حاولي تضحكي. لا لا ما تبكيش ما تبكيش، لا طالبيش بغيتي. شوفي حنا قدام المغاربه، انت راك تمشي معانا، انت اختي صافي، انت اختي ما غيتخلوش عليك المغاربه، ما غيتخلوش عليك المغاربه. انا بغيت ادويه صافي بغيتي غير دواء. ادويه. اخوان هذا الشيء راه كيبكي، هذا الشيء كيبكي الاخوان الله يرحم. والله. شوف كيبكي عشي بزاف. سيده فتاه في سن الزهور بغات غير دواء، بغات والو. اشنو بغيتي خديجه؟ الدواء تاعي انت مريضه ياك؟ وملي كتمرضي اشنو كيطرى لك؟ كيتنفخوا لك عينيك ياك؟ وكيتنفخ لك حتى الحجر ديالك وداك الشيء ياك؟ وهذا الشيء علاش مابقيتيش انت كتمشي للمدرسه، والاب ديالك مسكين ماشي يعني على قد الحال مسكين، يقدر مسكين ما يستطيعش انه يخلص هذاك الدواء ديالها مسكينه. سي الحسن شوف بكيشوني معاكم والله الاخوان. شوف حنا مغاربه، راه حاله انسانيه، راه بكوني معاهم لا من فتاه من 13 سنه الى يعني هاد لاج ديالنا حنايا. اخوان هذا هما الدوايات اللي كيشري. قدم لي السي الحسن داك الشيء. هذا الدواء ديالها شحال كيتقام عليك هذا خويا الحسن؟ هذا كيتقام 3000 درهم في الشهر. 3000 درهم في الشهر. شوفوا الاخوان فين 3000 درهم اخوان. هذا ها هو لوردونونس ديال الدواء كيتقام ب 3000 درهم. هذا السيد مسكين فاش خدام غير طالب معاش، ومسكين مره خدام مره ما خدامش. اش قال لي مسكين واحد الحاجه، ان راه كتجيب شديجه الكلينيك اللي كاين في الجديده ديال الضمان الاجتماعي، وقال لي انا صدقت خدام كسيكوريتي يعني بسببها مسكينه، لانه غير جابها وبقى. والله واحد السيده واحد الدكتوره تما الله يكثر خيرها، هذه نقول انا ما عنديش مع هذا، كاينه ما كاينه. واحد الدكتوره الله يعمر لها الدار، وهي المديره تاع الضمان الاجتماعي، هي اللي كانت عاونتني على وجه البنيه تاعتي، وكانت تدوز لي البنيه، كانت تدوز لي فابور، تقول لي لا ما عندكش الفلوس اجي دوز ليها، ما نسمحش لك لما جيتيش. منين تحولت عندي للكازا ما بقى عندي حتى واحد، والحمد لله راه كاينين الخوت. السي الحسن كمل لي هذاك الشيء للمغاربه. حنا كنتمناو من المغاربه هذه الورقه باش تتنعش في السبيطار، هذه الورقه ديال لما كانت هذه الورقه ما تدخلش الدريه. قلنا اول حاجه هذا ب 3000 درهم، هذا الدواء هذا 3000 درهم ياك خديجه. وهذه هي باش كتنعس في السبيطار، كتمشي ديها حتى لموريزكو يعني في كازا. الاخوان كيديها حتى الموريزكو في كازا، يعني مسكينه كتكرفس وحتى الاب ديالها مكرفس بزاف، ولكن هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وكنتمناو اننا نكونوا سبب لهاد الناس ربما محسنين يساعدوا هاد الناس. حنا ما نقدروش نشوفوا هاد الحق هذا ونسكتوا ونمشيو نديروا يعني شي حاجه ماشي لا تليق بنا. هذه هي الانسانيه، هذا هو البرانسيب، هذا هو الاول. شد يا خديجه زيد كمل لي يا خويا الحسن. هذا ديالاش؟ هذه سميتو باش نشد الرونديفو تاعها. هذا الرونديفو ديال السميه تاعتي نمرة لاكارت، السميه المركز الاستشفائي ابن رشد. هاك خديجه. هذه التحليله تاع نقول هذه ارخص تحليله عندي هي ب 40 درهم. هذه ارخص تحليله. هذه علاش تنقد بعض المرات نديرها. تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش. ولا ما شربتش الدواء مسكينه لا ما شربت في البلاصه تنفخ مسكينه من عينها ياك. عينيها وحجرها حتى هو. هاد الدريه هذه البول تاعها حاشاكم الله يا اخوان ما تيتحبسش، ما كيتحبسش باقي الان مسكينه ماشي الخاطره ماشي الخاطره مسكينه. هذه لا بكات عندي لا تصوري لا بكات خاصني ندير السبيطار. ان شاء الله ضروري ندير الشفاء ان شاء الله. خديجه وخديجه شنو كتقولي للمغاربه؟ حنا مغاربه، حنا خوتك صافي، كاينين خواتاتك وكاينين خوتك كيتفرجوا فيك، كلهم متضامنين معاك، كلهم كيبارطاجيو، كلهم كيسمعوك. اشنو تقولي لهم على حساب هادشي؟ نقول لهم يساعدوني على قبل الدواء ياك صافي، ونرجع للمدرسه ان شاء الله. ضروري ترجع للمدرسه باش تكملي القرايه ديالك ياك. اخوان الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير.
هذه الفتاة المغربية يعني ذو العمر 13 سنة، شنو في تقديرك؟ الصحة والتعليم، يعني لا صحة ولا تعليم. هاد المواطنة يعني الفتاة الصغيرة، حنا دائما راه مع البلاد ديالنا، حنا كنحبوا الوطن ديالنا. هاد الشيء علاش ما كنتخلوش على هاد المواطنين، يعني الناس الأجيال القادمة. هادي راه فتاة ديال المغاربة كاملين، ماشي غير ديالنا حنا. وهي اش كتقول لكم فقط بغيت غير الدواء ديالي، مسكينة مريضة بالمرض الخيل والعياذ بالله. يعني كنتمنوا لها الشفاء وما كنبغيوش هاد المرض يزيد ينتشر على الناس وحدين اخرين، ولكن حنا متضامنين معاها. صافي خديجه. يا خويا الحسن كمل لي هادشي. هذه التحليله تاع 7000 ريال، هذه تحليله ديال 7000 ريال. هذه تتقام ليها من نهار تكون غادي الرونديفو، ضروري ندير لها هذه باش نديها، باش اما ينقصوا لها الدواء اما يزيدوه، اما ينقصوا لها الدواء. اذا كانت مزيانه كانت غاديه في الريجيم تاعها مزيان وفي التوعيه تاعها مزيان والدريه ما وقع لها والو، تنقصوا لها الدواء. كان داكشي تألم عاوتاني تزاد عليها، خاصهم ضروري اذا كانت تضرب فنيده تولي تضرب فنيده ونص. واخا زيدنا نشوف هذاك الشيء. خديجه اخوان، هذه تحليله تاع 14000 ريال، هذه تحليله ب 14000 ريال. اخوان كنتمناو اخوان الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حنا كنديروا هذا الفيديو سبب لعل ناس محسنين يتضامنوا مع هذه الحاله، وجمعيات ديال حقوق الانسان، جمعيات تضامن، جمعيات الحقوق ديال الاطفال الاخوان خاصهم يتدخلوا في هذه الحاله. ما يمكنش لينا نسكتوا الاخوان. بارطاجيو باش صوت هذه الفتاه يوصل للعالم. الاخوان راه كيستافدوا يعني وكيحتاجوا الدواء، يعني هما في قمه المساعده. خاصنا هذه سميت الورقه باش نهار الخميس اللي فات خاصني نديها وما ديتهاش. ديالاش هاد الورقه؟ فين هاد الورقه ضروري خاصني نديها للطبيبه تتعرفها الرونديفو. هاد الدريه الرونديفو ديالها هاد الدريه راه عندها نهار الفلان لما كانت هاد الورقه هذه تتعطيها لك الطبيبه. علاش ما ديتيهاش؟ ما لقيتش باش ندير، ما لقيتيش الفلوس. ما لقيت. قول لنا حسن، حنا عرفنا هذا الشيء كامل، يعني هادو تضحيه. واحد الحاجه نقول لك تسمح لي اخويا، هادو راه ابسط التحاليل عندي. اذا كنت جبت لكم التحاليل تاعها كلهم راه كنا عمرت لكم هنا محل نقدروا نهزوا حنا 3 الناس نهزوا الورق تاعنا. الحمد لله هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. حسن للتذكير الاخوان بين قوسين، يعني وسط مباشر، حنا بغينا نسولوا الحسن على النمره ديال التليفون ديالو باش يقولها على المباشر. وانا الاخوان راه بعيد كل البعد، كنتمنى من المحسنين يتواصلوا معاه في الخاص ديالو، في النمره ديالو، في التليفون ديالو، ويساعدوه. انا اللي بغيت هو انني نشوف هذه الحاله انها تلقات المساعده من المغاربه ومن ربما المغاربه المقيمين بالخارج. شنو هو النمره ديالك السي؟ 06 06 54 65 05 65 اخرى. الاخوان غادي نخليو لكم هذه النمره وغادي نكتبوها ان شاء الله في اللايف، ولكن كنتمناو القلوب الرحيمه اللي ما قدرش يساعد لا ماديا ولا معنويا، على الاقل الاخوان بارطاجي، لربما تكون انت هو السبب انك خلي شي واحد محسن اخر يشوف هذه الحاله ويتضامن معاه. اخوان انا اليوم ما كنهضرش على الحاله او القصه ديال الخال ديالي، وما كنهضرش على المواضيع اللي كنت كنهضر عليها في الباج، ولكن هذه حاله انسانيه خاصني ضروري ما نتجاوزوش عليها، خاصنا نهضروا عليها. السي الحسن فاش خدام؟ كل مره هو كذب. كل مره الله شديت مع واحد الشركه فيرما الله يعمر لهم الدار، كذب الله هما اللي استقبلوني استقبال خديجه على ود البنيه تاع كلينيك، على عارفين الظروف اللي عندي معاونين. كذب الله يا فشخ. قول لي السي الحسن شحال عندك من خويا ديال كبيره ديال راس العين. شوفوا الاخوان، شوفوا الرحمه اللي كتكون ما بين الاب والابنه ديالو. خاصنا الاخوان هذا السيد راه ما لقاش الجهد، وخاصنا حنا نجيو ونساعدوه الاخوان. انا كندير السبب، وكنتمنى من القلوب الرحيمه الاخوان انها تشوف هذا السيد وتعيط ليه الاخوان في الخاص، ونتمنى انني نتصل به ويقول لي راه تلقيت مساعده من هنا، تلقيت الدواء من هنا، تلقيت هذه من هنا. والدريه خديجه انها ترجع للمؤسسه ديالها، خاصها ضروري ترجع للدراسه. لا يعقل
ان في هذا الجيل فتيات كلهم تبارك الله كيقراو، الدراري كلشي كيقرا، وهذه الحاله في 2023 خرجات من الدراسه ديالها بسبب اش؟ بسبب مرض، يعني هي ماشي دايره هي، ولكن جا من عند الله سبحانه وتعالى. سي الحسن، شنو هو اخر نداء ديالك للمغاربه؟ والله ما عرفتش نشوف. غير قول، دوي من القلب ديالك سي الحسن، كدوي مع خوتك. كدوي مع خوتك. تتامنوا بالله، والله خوتي ما عرفتش نقول. الله يرحم الوالدين باي حاجه، واخا يكون غير الله يرحم الوالدين والله يشافي ديك البنيه حتى هي مساعده من عندك. كنتمناو الاخوان ان اللي ما قدرش يدير شي حاجه يحاول انه غير يطلب الشفاء الاخوان لهذا السيد هذا، كنتمناو يطلب الشفاء لهذا السيد هذا، ولكن ما غنتهناوش الاخوان. السي عثمان، ما غنتهناوش الاخوان حتى غادي نشوفوا بحال هذه الفتاه يعني بصحه جيده ان شاء الله بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى، وثانيا يعني بالقدره يعني الرحمه ديال المغاربه ان نشوفوا هذه السيده خديجه، يعني هذه الطفله هذه في صحه جيده، وان شاء الله في المؤسسه الدراسيه ديالها ترجع تقرا، لان المستقبل ديالها هو الدراسه ديالها، هو العلم ديالها. ياك خديجه؟ انا نسيت مرضي. انا والله لا نسيت مرضي، انا مريض بالدقيقه حاليا مزيان. والله يا سيدي لا نسيت مرضي. ونشكر واحد السيده حتى هي، واحد مولات الفرماسيه حدانا، الله يعمر ليها الدار، خالتي حليمه، والله لا تتسني دابا 3000 درهم تاع الدواء تاعها. نهار الجمعه كنت عندها، قلت لها جاب الله واحد 10000 ريال درت لها، قالت لي ما نسمحش لك تضيع ديك البنيه من الدواء تاعها. جي قلت لها راه ما نقدرش عليه، قالت لي جي اي حاجه نهار تكون، انا كاين قالت لي بعض المرات تكون، ولا قالت لي انا تنتزير متفق معك، ما قالت لي نقدر نفوت معك واحد 60000 و 70000 ريال نقدر نعطيك الدواء، ومنين تنخلصوا عاوتاني تتعاود معايا، قسمت لك بسم الله، الله يرحم ليها الوالدين، هذا المنبر هذا، الله يرحم ليها الوالدين، الله يرحم لهم، الله يرحم ليها الوالدين. اخوان، اخر ميساج غادي نقدروا نسمعوه يعني من خديجه، مواطنه مغربيه، فتاه ذو العمر ديال الزهور الاخوان، فتاه مغربيه. شنو هو خديجه؟ ما كايا احكي مالك، قولي لي اشنو كتقولي لخوتك دابا؟ واش الدواء جاهز؟ بغيتي غير الدواء. اخوان، كنتمناو من القلوب الرحيمه الناس اللي عندها يعني الشفقه والرحمه وباقا فيها الانسانيه، او شي محسن او محسنه يعيط لهذا السيد هذا في الخاص ديالو، ونتمنوا لها الشفاء ان شاء الله، ويدخلوا يعني مسؤولين الاخوان، ويدخلوا يعني حقوقيين جمعيات، ويرجعوا هاد الطفله هذه يرجعوها للمدرسه ديالها باش تقرا ان شاء الله. حنا بغينا نرجعوها للمدرسه باش تكمل الدراسه ديالها الاخوان. الله يجازيكم بخير. سي الحسن خويا، قول لي اخر مره، قول لي النمره ديالك باش تبقى في اللايف. 06 54 65 05 65. اخوان، الله يرحم الوالدين. وهذا هو الواجب الاخوان، اننا الحمد لله قدرنا نوصلوا صوت هذا السيد هذا، ما انا الا سبب الاخوان، ولكن الكمال على الله، وكنتمنى ان الناس يساعدوا هاد الناس. وشكرا الاخوان، والله يجزيكم بخير. سميت المدرسه اللي كنتي تقراي فيها بابا؟ مدرسه تاع الولجه، يعني في شكون بعيده من شي 4 كيلومتر باش بعيده، بعيده عليها مسكينه. كاينين جوج مدرسات، وحده بعيده ب4 وحده بعيده ب4. باش هما يسمعوا هذا النداء هذا ويحاولوا تا هما معلمين. لا اله الا الله. كلمه الاخرى من عندك خديجه. شكرا. هذاك الشيء هضري على الجد خديجه، هضري كش قادر. شكرا. لا لا عندها صعيبه. ياك صحيح، مريضه. سير هضري بشويه. شكرا، وداك الشيء اللي بغيتو ندير. هذاك الشيء اللي بغيتو ديرو، يعني الا بغيتو تساعدونا ساعدونا، ما بغيتو تساعدونا ما تساعدوناش. هادو الاخوان حاله انسانيه، غنتلاقى معاهم لاول مره، غيتصل بها السيد وغادي يجي عندي وغنقول له مرحبا بك، الله يا ودي، وغادي نتلاقى معاهم. مره ما كنعرفك، ما كنعرفك، ما كتعرفني، سبحان الله. تفرجت في الفيديو تاع خالك عجبتيني وجيت عندك. الله يجازيك بخير. نكذب عليك، وجميع بزاف تاع الناس عيطت عليهم، ما كاينش شي استغاثه، ما كاين شي واحد من جميع الدراري كاع اللي مشهورين تيديروا التيك توك تيديروا هذاك الشيء، عيطت عليهم ما كاين حتى واحد اللي استجبني الا انت. والله مرحبا بك، مرحبا بك. هذا راه حاله انسانيه الاخوان، حنا راه دائما كنبقاو في التواضع، واخا ما عرفت شنو هو يقع، حنا ما عمرنا ندوزو بحال هاد الناس هادو. وكنتمناو الاخوان ان هاد المحسنين ان شاء الله اللي معانا في المغرب او خارج المغرب يساعدوا هاد البنيه. غادي نحط لكم النمره ديال الاب ديالها وصل فوق الفيديو ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله مره اخرى الاخوان مع شي حاله ان شاء الله. وكنتمناو انكم
تكونوا نتوما في صحه جيده وتبارطاجيو باش هاد السيده حتى هي هاد الطفله تكون حتى هي في صحه جيده وترجع للمؤسسه ديالها. شكرا.